ولتحقيق كل الأهداف لازم من رحلات للاستكشاف. علماء مصريين ومعاهم فرنسيين بقيادة إسماعيل باشا راحوا صنار سنة كام 1821، وهدفهم إيه بقى؟ استكشاف المنطقة ويسيطروا على مروي وادي حلفا ودنقولة. بس كده؟ بعد يجي أكتر من كام، يجي كده 10 سنين، يعني بالظبط سنة كام 1838 محمد علي قاد بنفسه حملة للسودان بنفسه للبحث عن المعادن، والإدارة المصرية راح يتفقدها بنفسه. هاو بعدين في دنقلة مناجم دهب وجد منها كتير هناك، أما تجارة الرقيق أمر بسرعة بالإلغاء، وهي عملية بيع وشراء للبشر كملعبي وإجبارهم على العمل، أما حقوقهم ده حلم بعيد. وده كان دور إنساني لمحمد علي هناك. أما سليم بالقبطان كان ضابط جغرافي كمان، قام برحلة 3 متتالية لاستكشاف النيل الأبيض، وأول ما وصل ليه فين؟ للبحيرات الاستوائية توقف بصورة نهائية، وقبل ما حد يلوم شلالات ويا الجنادل كانوا سبب في رجوعه برحلته للخرطوم.